ازيكم يا متابعينا الجمال. في أولى حلقاتنا من سلسلتنا الجديدة كتاب هيغيرك، والسلسلة عبارة عن ملخصات لأشهر كتب تطوير الذات وريادة الأعمال. إن شاء الله تنال إعجاب. كتابنا النهاردة أنا اعتبرته أفضل كتب مناسبة للسنة الجديدة، وهو اسمه وان ثينج للكاتب جاري كيلر. تعالوا نشوف. الفكرة اللي بيتكلم عنها الكتاب إن أنت في بداية كل سنة بتكون عايز تحقق طموحات وتطلعات كتيرة جدا، لكن في نفس الوقت ما بتقدرش تحقق أي منها، بالرغم إن أنت تكون عندك حماس وإن أنت عايز تعمل حاجات كتيرة جدا عشان توصل لها، لكن في نفس الوقت مع بداية السنة كل تطلعاتك دي ما بتتحققش. الكاتب وضح ان في عوائق بتمنعك كل سنة من ان انت تحقق الطموحات اللي انت بتحاول تعملها مع بداية كل سنة. اول حاجة هنتكلم عنها هي المالتي تاسكينج او تعدد المهام. تخيل ان في دكتور ناجح جدا، لكن في نفس الوقت وهو بيؤدي شغله قاعد يتكلم على الفيس شوية، يرد على الرسائل شوية، يبعت الايميل شوية. فالمهم ان كل ده بيعطله عن شغله وبيسبب له نوع من التشتيت، وهو ده تعدد المهام. تعدد المهام بيتكلم ان انت اثناء عملك وشغلك او اثناء حياتك بتبقى منشغل بكذا حاجة في نفس الوقت، وده كله بيعطل ان انت تعمل الحاجة او الطموح اللي انت عايز تعمله. تاني عائق هنتكلم عنه هو قوة الإرادة. أي واحد محققش الحاجات اللي نفسه ينجزها مع بداية السنة الجديدة كان سببه إن هو بيقول لنفسه إن هو ما عندوش قوة إرادة. بس اللي عايز أفهمه لكم إن الموضوع مش كده. الموضوع قوة إرادة، بس عشان تحقق الحاجة اللي أنت عايز تعملها لازم تكون عندك زي البطارية كده. البطارية بتكون مملية في الأول وبعدها بتخلص واحدة واحدة. هي دي نفسها قوة الإرادة، إن أنت في البداية بتكون مليان قوة إرادة، لكن بعد كده بمرور الوقت بتنقص. والبداية دي هي ان انت اول حاجة في الصبح لازم ان انت مع بداية يومك تكون تحقق الانجازات اللي انت عايز تعملها، عشان بتكون مليان قوة ارادة. تالت حاجة وهي اسم الكتاب وان ثينج. في حاجة لاحظها الكاتب ان اشهر الناجحين كانوا بيمارسوا حاجة واحدة بس في حياتهم، زي مثلا بيل جيتس اللي هو مؤسس شركة مايكروسوفت ركز على مجال البرمجة. كمان محمد صلاح ركز على لعب الكورة. كمان مايكل فيليبس اللي هو السباح الأمريكي المشهور ركز على مجال السباحة بس ونجح فيه. وهو ده اللي بيقوله الكاتب، إن أنت طالما ركزت على حاجة واحدة بس هتقدر تنجح فيها. وده اللي تعمله السنة الجديدة، إن أنت كل سنة لازم تركز على حاجة واحدة بس تطور فيها نفسك عشان تقدر تتعمق فيها وتنجح فيها. رابع حاجة بيتكلم عنها الكاتب هي توازن الحياة. تلاقي ناس كتيرة بتقولك وازن في حياتك ما بين شغلك وعيلتك وتخطيطك لدراستك مثلا، لكن اللي عايز اقولهولك ان التخطيط ده او التوازن ده صعب جدا. صعب ان انت تبقى مثالي بالظبط، ان انت تنظم ان هتدي ده وقت كده وقت كده وقت كده. لكن القصة انت ممكن تعمل تخطيط ليها وده يساعدك. ازاي؟ شايفين الساعة اللي فوق دي؟ الساعة دي انت ممكن تقسمها بحيث ان انت تدي اجزاء من الوقت لكل واحد، وفي نفس الوقت حتى لو عملت كده مش هتقدر توازنها بالظبط، لكن هتقدر تدي رينج ان انت تقعد مع الشخص ده شويه، مع الشغل، مع وقت لدراستك. وحاول ان انت اقل حاجه تديها وقت للحاجه الوان سينج او الحاجه اللي انت هتعملها للسنه الجديده، اقل حاجه 4 ساعات. خامس حاجه هنتكلم فيها هي الفوكسنج كويشن او سؤال التركيز. بيقول لك تخيل الحياه كانها قطع دومينو ورا بعضها. هتلاقي قطعة دومينو كبيرة وراها قطعة صغيرة وراها قطعة صغيرة وراها قطعة صغيرة، ولو انت زقيت القطعة الصغيرة دي هتلاقي زقت القطعة اللي بعدها وزقت القطعة اللي بعدها لغاية لما توقع القطعة الكبيرة. فلازم تعرف القطعة الكبيرة بتاعتك اللي هي أهم حاجة انت نفسك تعملها في السنة الجديدة، أو أهم حاجة في حياتك انت عايز ايه الهدف الكبير اللي عندك. وبعدها هتلاقي أهداف صغيرة، الصغير وبعد كده هدف اكبر، هدف اكبر، في النهايه كلهم بتضربهم ورا بعض لحد لما توصل للهدف الكبير وتوقعه. السؤال الفوكسنج كويشن ده عباره عن ايه؟ ان انت لازم تسال نفسك ايه لو حاجه مثلا في شغلك او في عيلتك او في دراستك، ايه الحاجه اللي هي مهمه جدا وان انا ممكن استفيد بيها واستغنى عن الحاجات التانية. يعني لو انت ايه الاهم حاجه عندك وتقدر الباقيين تتعداهم او تتجنبهم، فبالتالي هتعرف ايه اهم حاجه عندك. كل حاجه تعمل فيها كده، مثلا شغلك، مثلا دراستك، مثلا تخطيطك لدراستك. المهم ان انت هتلاقي ان في هدف مهم جدا ده الاساس، وبعدها في اهداف صغيره تانية ممكن نجلكت او اهملها. وشكرا ليكم، واتمنى تكون الحلقه مفيده. شكرا والى اللقاء.